عبر فيها عن أهمية وقوة المباراة المقبلة أمام الفريق البركاني. الروبورتاج لعزيزة قبلي بكاميرا أنور أفغاني. كعادته خاض فريق الوداد الرياضي تدريبه المعتاد بالمركب الرياضي بن جلون تحضيرا لمباراته المقبلة ضمن منافسات البطولة الاحترافية. رياح الجولة السابعة ستطير بفرسان القلعة الحمراء إلى مدينة بركان لمواجهة النهضة المحلية الذي تفصله نقطتان فقط عن الوداد داخل سلم الترتيب. بالطبع هذه تكون مقابلة صعبة بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي، فبأن فريق البركاني يتم انتصار في المقابله الاخيره عن المغرب فاتي بمنافسه كاس العرش، فاحنا غنمشيو ان شاء الله لمدينه بركان الا واش نقلبوا على 3 نقاط اللي دخلنا ان شاء الله في الصداره ودخلنا ان شاء الله قراب من اللقب ان شاء الله. جون توشاك مدرب الفريق الأحمر يحس بثقل المسؤولية وبقوة المواجهات خارج الميدان، خصوصا إذا تعلق الأمر بفريق بركاني يعتبر أحد دعامات كوكبة المقدمة. وخلال ندوته الصحفية صرح توشاك بأن فريق الوداد خاض مباراتين قويتين خلال الجولتين الأخيرتين وتنتظره مباراة أقوى ضد النهضة البركانية، مضيفا أن الفريق البركاني يعتمد طريقة لعب جيدة ساعدته على تسجيل نتائج حسنة لحد الآن. يضيف توشاك لحد الساعة يحتل الوداد الصف الأول مناصفة مع المغرب التطواني برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه ل3 انتصارات ومثلها من التعادلات، والعين على مواجهة بركان لمواصلة النجاح.